السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أعزائي المتابعين، أحببت هذا الصباح أسمعكم بعض النصائح المهمة والمفيدة جدا لنا جميعا، لأننا نتغافل هذه الأشياء ونتركها ونهملها، ولكن الشيخ وجهنا لأشياء مفيدة جدا ونصائح مهمة لو عملنا بها، لأنه مجرب وعالم وشيخ جليل ما شاء الله عليه. نسأل الله أن يكتبه في ميزان حسناته وأن يؤجرنا من بعده إن شاء الله في التعاون معه على فعل الخير، لأنه يقول الدال على الخير كفاعله. وإن شاء الله أننا ننشر هذه النصائح المهمة جدا جدا ونحن بحاجة لها في بيوتنا. يقول الشيخ: خطورة ترك باب الحمام مفتوح، وما هي نتائج ذلك؟ معلومة تهمك وتهم أسرتك. بعض الأمور التي تساعدك أو تساعد على التخلص من الطاقة السلبية وتضعف الشياطين داخل المنزل فيما يخص دورة المياه. أولا، نظافة دورة المياه، لا بد أن تنظف بشكل مستمر والتخلص من الروائح الكريهة. ثانيا، تنظيف دورة المياه وتطهيرها قبل النوم. ثالثا، الحرص على إغلاق باب دورة المياه باستمرار. رابعا، عدم تعليق الملابس في دورة المياه، فإبقاء الملابس ليلة كاملة في دورة المياه ستمتلئ بالطاقة السلبية، وبالتالي يصعب التخلص منها إلا بعد وضعها لمدة 72 ساعة في الشمس. خامسا، الملابس المتسخة يجب أن تكون في سلة خارج دورة المياه. سادسا، يجب إبعاد العطور عن دورة المياه وعدم تبخير دورة المياه. سابعا، عدم التحدث، يعني الكلام، عدم التحدث داخل دورة المياه لأي سبب كان. ويقول حفظه الله: لكل شاب أو فتاة تبكي بالحمام اعلم عزيزي عزيزتي، بكاؤك في دورة المياه بمثابة دعوة منك وترحيب لدخول الشياطين وتلبس الجن بجسمك، وبالتالي تأخر في رزقك وزواجك ومتاعب في حياتك وكثرة المشاكل والإحساس بالحزن من دون سبب، لربما كان سبب للإصابة بالصرع. ويقول: كل 3 أيام أفتحوا الأبواب والنوافذ وشغلوا صورة البقرة، وسوف تلاحظون فرق بنفسك وبأهلك من ناحية النفسية والتعامل. بخروا المنزل بالحبة السوداء لتطرد الشياطين والجراثيم كما وصى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا تجمعوا الأغراض أبدا، أي الملابس والأغراض هذه لا تجمعها أبدا تحت السرير أو فوق الدولاب، بل رتبوها داخل أدراج مغلقة. لا تبخروا المنزل والنوافذ مغلقة، بل افتحوها، يعني ما تهب بخور ومدرائش ومباب مقفلة، لا بد تفتحها علشان. يقول: لا تبخروا المنزل والنوافذ مغلقة بل افتحوها. لا تكثروا من المرايا في المنزل، وإن وجدت مرايا فأفضل مكان لها المدخل فقط. ويقول: لا تجلسوا في مكان قد قام فيه صاحبه لتوه، وتنفسوا تنفسا عميقا عند استيقاظكم من النوم، وقبل النهوض أنطقوا بالبسملة. أجعلوا وقت النوم ثابت منتظم، وأن يكون في الليل، ولا تتركوا قراءة سورة الملك قبل النوم، فهنيئا لمن جعل قراءتها عادة له، فاحرصوا عليها لأنها تنجي من عذاب القبر، جارنا الله وإياكم من عذاب القبر. ويقول: أخبروا بها من تحبون، ولأني أحبكم أخبرتكم، اللهم اجعلها صدقة جارية عني وعن والدي، اللهم آمين. اللهم اجعلها صدقة جارية عني وعن والدي وعن كل من يطبقها. ويقول الشيخ حفظه الله: إذا أتممت قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة يصبح بينك وبين الجنة الموت. ويقول: إذا أتممت القراءة لا تنسى الدالة على الخير كفاعله، وجزى الله خيرا من نشرها. وجزاك الله خيرا أيها الشيخ، وجزى الله أيضا خيرا من نشرها. انتهى كلامه حفظه الله، وجزاه الله خيرا وجعله في ميزان حسناته الدكتور الشيخ عائض القرني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.